ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل الهاني كيك بطريقه سهله ولذيذه. انا عملت كيكه العسل زي ما طلبت مني صديقه القناه انتصار عبد العزيز. انا بشكرها قوي ان هي فكرتني اعملها وطلعت معايا بالجمال ده. اولا من المقادير احنا محتاجين ساور كريم، لقيته مش موجود عندي فعملته 400 جرام كريمه خفق مع معلقتين خل ابيض وقلبتهم كويس وحطيتهم لتاني يوم. بديل الساور كريم الزبادي، ويكون بس الزبادي وميته قليله، يكون كريمي قوي. المقادير بتاعتنا 500 جرام دقيق، معانا كوباية زبدة وكوباية الا ربع عسل وكوباية سكر وثلاث بيضات وفانيليا وكوباية لبن بودر ونص كوباية سكر بودر وبيكربونات معلقة ونص صغيرة ورشة ملح. وطبعا الساور كريم اللي عملناه انا سايباه طبعا من امبارح، وكريمة خفق 450 جرام في حلة عميقة، ولازم تكون عميقة لأن الخلطة بتاعتنا اللي بنعملها دي بتفور. هنحط فيها كوباية الزبدة وكوباية السكر وكوباية الا ربع عسل، وعلى النار هادية هتقلبيهم لحد ما يدوبوا في بعض ويبدأوا يغلوا. أول ما يغلي كده هتحطي المعلقة ونص البيكربونات، هتحطيها عليه. أول ما تحطيه هيفور، علشان كده قلنا محتاجين لحلة تكون عميقة شوية. هيفور وهيبدأ الخليط بتاعنا ده لونه يغمق بالتدريج. طبعا انتي تنزليه من على النار وهو لسه ذهبي فاتح، لان السخونة بتاعت الحلة هتخليه اللون يغمق اكتر معاكي، فتنزليه كده. شايفة بقى هتبصي تلاقي السخونة غماء ازاي معاكي من سخونة الحلة. ضربنا الثلاث بيضات كويس وعليهم الفانيليا، وتحطيهم على مرتين او على 3 وتقلبي. وانتي بتحطي البيض هتلاحظي ان الخليط هيغمق تاني، ما تقلقيش ده طبيعي. هنبدأ بقى كده قلبناه كويس، هنحط عليه الدقيق. الدقيق حطيه شوية بشوية، لان حسب نوع الدقيق ممكن ما تحتاجيش ال 500 جرام كلهم، او ممكن تحتاجي اكتر. انا احتاجت تقريبا تلت كوباية عليهم اكتر. حطيت كده رشة الملح وقلبت. هتحطي شوية بشوية وتقلبي لحد العجينة ما تبقى طرية كده في ايدك، وما تبقاش تلزق في ايديكي، وما تبقاش متشققة، تبقى طرية ومش متشققة. لما تضغطي عليها تبقى بالمنظر ده كده. هنلفها بقى بالورق الزبدة وندخلها التلاجة نص ساعة ترتاح. بعد كده هنبدأ نعمل الكريمة بتاعتنا. حطينا الساور كريم، وحطينا كوباية لبن بودر ونص سكر بودر والفانيليا، وقلبنا الأول علشان السكر ما يطيرش كده في وشنا. وبعدين حطيت الثلاث كوبايات كريمة خفق، وضربنا بقى بمضرب البيض لحد ما يبقى القوام كده. طلعت العجينة من التلاجة وقطعتها 10 قطع متساوية بالشكل ده. هنبدأ نفردها بالنشابة. لازم تفرديها على ورق زبدة لأن هي هتدخل بيه الفرن. الفرن دلوقتي أنا مسخناه على درجة حرارة 180. هنحط على الرف الوسطاني 7 دقايق بالظبط وهتطلعيها. البسكوتة بتاعتنا هتبقى طرية شوية، ما تبقاش ناشفة. 7 دقايق وتطلعيها. أنا فردت بالنشابة كويس كده، وبعدين بأي حاجة مدورة عندك وتقطعي بالشكل ده وتعملي بالشوكة كده. ودي خطوة مهمة جدا علشان العجينة ما تنفش مننا في الفرن. أنا عايزاها تبقى بنفس السمك الرقيق ده. عملنا كده ودخلناها الفرن اهي على نفس الورقة، طلعت باللون ده. شايفة السوا من فوق ومن تحت. أخدت 7 دقايق بالظبط. البواقي بقى بتاعتنا دي دخلتها الفرن، سويتها وطحنتها في الكبة علشان هي دي اللي هزين بيها. عملت بقى ال10 طبقات اهم، وطحنا اهو زي ما بقولك، ده التزيين. والكريمة اهي بقى طلعتها من التلاجة، حطيت حبة تحت صغيرين كده علشان تثبت بيها الأول طبقة، وتدهني لبن على كل طبقة، بس لبن خفيف بالفرشة كده. وتحطي نفس كمية الكريمة اللي بتحطيها بين الطبقات. أنا حطيت 4 معالق كبار بين كل طبقة والتانية. ولقيت بقى ان هي بتتهز مني كده، فثبتها بالعصاية بتاعة الشيش طاووق كده، ثبتها بالطريقة دي. خلصت بقى تزيينها كده بالكريمة ودخلتها التلاجة تتماسك شوية حوالي نص ساعة طلعتها بقى البسكوت اللي احنا طحنينه كده في الكبة. بدأت أزين بيها، وزيني بقى بأي فاكهة عندك أو أي حاجة كده
من فوق كده الوش بتاعنا. انا جبت فراولة وقطعتها كده من تحت ومن فوق متماسكة زي ما هي، وحطيتها بالطريقة دي. هي تفاصيلها كتيرة شوية، بس لو عملتيها بالظبط زي ما احنا بنقول كده هتطلع معاكي مظبوطة جدا، وزي ما بقولك طعمها رائع، احلى من الجاهزة، جميلة جدا وبألف هنا. وهتشوفي بقى طبقاتها جميلة قوي كده، شايفة بقى شكلها من جوه حلوة جدا وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي.